حكاية نعيمة الصغير ومحاولة قتلها بكأس الشاي. كانت نعيمة الصغير في بدايتها فنانة طيبة وحالمة وتريد أن تكمل مشوارها في الفن مع زوجها عبد الحميد زكي. وفي يوم عادي جدا جلست مع مجموعة من المعارف في قعدة هادئة، وتقدمت إليها إحدى السيدات بكأس الشاي تبدو عليها المحبة والضيافة، ولكن هذه السيدة كانت تحمل في قلبها غيرة شديدة من نعيمة وتريد أن تبعدها عن الفن بأي طريقة، فوضعت مادة ضارة في كأس الشاي قصدا لتدمير صوتها الذي كان جميلا وناعما. شربت نعيمة الشاي وبعد دقائق بدأ صوتها يتغير ويتكسر ويختفي تدريجيا، ودخلت في حالة خوف شديد وقالت: أنا مش قادرة أتكلم. ولم يعد صوتها يخرج إلا بمشقة شديدة. عرضوها على الأطباء فقالوا دخلت إلى جسمها مادة أثرت على الأحبال الصوتية، وفقدت صوتها سنين طويلة حتى اعتادت على صوتها الجديد، وتحول صوتها الخشن الذي نعرفه اليوم إلى بصمة فنية لا تنسى. وأصبحت نعيمة الصغير صاحبة أشهر أدوار الشر في السينما بصوت صنعته محاولة قتل، وكانت تلك الحادثة هي اللحظة التي غيرت مسيرتها كلها. حاولوا أن يدمروا صوت نعيمة الصغير بسبب الغيرة والحسد، لكن ربنا حفظها ومنحها صوتا فريدا وجعلها نجمة مشهورة ومميزة، وأصبحت حكايتها درسا للجميع. ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في قناتي عشان قناتي تكبر بيكم، وأنا محتاجة دعمكم بالمشاهدة واللايك والشير.